من اليوم ما تزيدوش تروحوا لي ريستو باش تاكلوا الاكل الهندي، خاطش اليوم درت لكم باتر تشيكن مع خبز النان. السلام عليكم. من ابن الاطباق الهنديه باتر تشيكن مع خبز النان، على بالي كامل تحبوهم وكامل تحبوا ديروهم في الدار، ساهلين ماهلين وبنتهم كالعاده الهبال تاع الدنيا. من نهار اليوم تولوا ديروهم غير في داركم. الحاجه الاولى اللي نديروها نخدموا خبز النان في ريسيبيون، درت الفارينه، السكر، الملح، الزبده تكون دايبه مع الياغوت ناتور، المقادير بالتفصيل مكتوبه تحت الفيديو. وزدت لهم كميه تاع الماء اللي كنت فتحت فيها خميره الخبز، واذا ما تلمت لكمش تلموها بالماء يكون دافي، كملوا لموها بالماء دافي هنا حتى تحصلوا على العجينه تكون طريه. نعجنها ونخليها تخمر. نروح نحضر لا مارينات تاع الدجاج في ريسيبيون، درت ياغوت ناتور مع عصير الليمون، توابل بالتفصيل مكتوبه تحت الفيديو، هي يجوا فيها بزاف توابل. زدت عليهم الثوم والزيت ونرمي هذوك المرصوات تاع صدر الدجاج لازم يكونوا مقطعين في الكبير. في مقله درت فيها شويه تاع الزيت، رميت حبيبات تاع الهيل مع شويه تاع سكنجبير يكون يابس، خليتهم يتقلاو ونحيتهم، ونرمي ديريكتوم الدجاج تاعي يتقلى مليح حتى يتحمر. نحيه في نفس المقله درت مغرف كبيره تاع الزبده، البصل والتوابل، نخليهم يتقلاو مليح. درت الثوم، الرند، الطوماطيش تكون مرحيه، مغرف كبيره تاع الطوماطيش على الباطا، ونخليهم يكملوا يطيبوا مليح. هنا الخبز تاعي بعد ما خمر قسمته على 8، نفتحها بهذه الطريقه، لازم تفتحوها رقيقه. كي نقولوا خبز النان نقولوا لازم يكون محشي لداخل بالفرماج، وانا كالعاده نستخدم السيليكشن الفغي فرomاج. كل خبزه درت فيها حبه تاع فرomاج سيليكشن، زدت عليهم شويه فرomاج غابي ونغلقها بهذه الطريقه. نعاود نفتحها على شكل دائري ونطيبها في طاوه تكون سخونه، نقعد غير نقلب فيها حتى وين تتنفخ لكم ويتحمر لكم مليح. الخليط تاعي بعد ما طاب مليح حطيته في بلاندر ورحيته، ضفت عليه كميه تاع الماء، رديته لنفس المقله، ضفت له الزبده ولا كريم ليكيد، ونضيف له هذاك الدجاج وتقدموهم بهذه الطريقه وبصحه.